السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنخزن النهارده مع بعض البرتقال البلدي المالح بس لوحده. هنعمله اكياس بدل ما نعصره في العصارة، هنعمله اكياس ونحطها في الفريزر او في الديب فريزر زي ما انت عايزة، ونطلعها قبل ما نعصرها بشوية عشان تفك من التجميد بتاعها، ونعصرها بالسكر بس. هيبقى عصير برتقال فريش كأنك عاملاه او شارياه دلوقتي. انا قشرت البرتقانه ازاي؟ انا قسمتها من النص، عايزه اقسم معاكم واحده بتتقسم كده. دي تقشيره، دي تقشيره. واجيب معلقه وافوت المعلقه كده اهو. يعني انا بوريكي كذا حاجه. بفوت المعلقه كده اهو ما بين الجلده ولحمه البرتقانه، بسلكها منها. طريقه سهله تخلصي بيها كم كبير من كيلوات البرتقال اللي هتخزنيه. البرتقال يا جماعه رخيص جدا الايام دي وحلو، دي ايامه. مفيش حاجه لما نجيبه ونخزن حلو، ما بياخدش وقت في التخزين ومفيد. فيتامين سي مش قادره اقولك، اجمل فيتامين سي. واطلعها كده اهو اهو، عامله واحده قبل كده، واطلع الناحيه التانيه واقطعه ترانشات زي ما انت شايفه كده. وفي طبعا كذا تقطيعه، بس انا بستسهل دي عشان ما بتجيبليش الابيض اللي ممكن يمرر لي العصير. كل واحد حسب بقى ايه ذوقه. عايزه تخزني برتقان صحيح، عايزه تخزنيه مع جزر، عايزه تخزنيه بالطريقه دي لوحده. اهي يا جماعه هعمل ايه؟ هعمل كده، هقطعها طرنشات. بسم الله. 4 البرتقان على 4. هعمل في كل كيس 12 طرنشه، يعني 4 برتقانات اهو. في كل كيس هخزن 12 طرنشه من دي كده. دول برتقانتين، هعمل كمان برتقانتين واخزن في كل كيس برتقان بس. اطلع الكيس زي ما قلت لك قبل ما تعصريه بشويه دقايق بحيث انه يفك من التلج، بعدين اعصره مع السكر حسب الرغبه. في ناس بتعصره من غير سكر، بالذات البرتقال الفريش ده انا بحبه من غير سكر، في بيحبه بسكر، في بيحط عليه عسل. الحاجات دي اذواق يا جماعه. اكمل الباقي وارجع لحضرتك. في كمان تقطيعه كده هوريها لكم برضو اهو. بشيل الحته دي كده، بقشر كده وهي واقفه البرتقانه اهو. حاجه سهله برضه. انا اهم حاجه عندي ان انا ما اخليش الابيض ولا الاصفر ده عشان ما يمررليش العصير. انا برجع انضفها تاني بالسكينه. انا القشر ما برموش يا جماعه. هعمل فيديو معاكم بحيث نشوف هنعمل ايه بالقشر بتاع البرتقال. مغذي قوي للبشره، بنعمل منه. هقول لكم على الفيديوهات وانا بعملها. حاجات كتيره قوي من القشر بتاع البرتقال، ابو سره والبلدي. ان شاء الله باذن الله نعمل مع بعض قشر البرتقال. هنشوف هنعمله ازاي، كذا كذا حاجه يعني. على فكره قشر البرتقال او قشر الليمون بتعمل بيه حاجات كتيره جدا، هنعملها مع بعض ان شاء الله. اهي اروح جايبه القطعه كده وراكنه القشر كده، واقطع البرتقانه برضو طرنشات 4.
خلص بقى كل الكميه اللي قدامي دي وارجع معاكم تاني. هوريكي كمان تقطيعه سهله برضو، يعني انا وريتك اللي هي اللي بنطلع القشره بالمعلقه اللي هي دي، وريتك نطلع بالقشره دي، وريتك اللي هو بنقشره بالسكينه والبرتقانه واقفه كده، ووريتك هوريكي دي كمان بقطعها 4 كده، شايفه اهو البرتقان 4 وبعمل كده. مفيش اسهل من كده برضو، بيعمل معاكي وقت اهو، والقشر بيتشال اهو. سهله جدا اهي. طبعا عايزه تشيلي البذر تتسلي وتشيلي البذر تمام شيليه، مش عايزه اثناء ما بيتعصر البرتقال بنصفيه، فالبذر هيتحاش في المصفى اللي هنصفيه بيها، تمام كده. فما تتعبيش نفسك يعني وتشيلي البذر، لان البرتقال المالح ده البلدي بيبقى فيه قشر اهو. ادي كمان تقطيعه. خلاص هخلص بقى الكميه معلش كلها، وريتك كذا تقطيعه تقدري تقطعي بيها وارجع لك. وكده انا بعمل عصير هصب العصير الفريش وارجع لكم. وكده يا جماعه انا جهزت البرتقال اللي هفرزه في الفريزر الفريش، يعني البرتقال البلدي انا جبته غسلته قطعته كذا تقطيعه كذا تقشيره، تعلمي منها بالمعلقه وبالسكينه و4 حسب ما تستسهلي، وتشيلي في الاكياس وتحطي في الفريزر. اولا ما بياخدش مكان عكس اللي بتعصريه، تاني حاجه بتطلعي بتعصريه بيبقى كانك لسه جايباه. كده انا بريحك من العصاره، لما تجيبي برتقال وتفضلي تعصري بيبقى متعب شويه، لكن كده سهل جدا. انا عصرت برتقال اهو فريش، طبعا ما بحطش عليه سكر اهو، ده برتقان فريش لسه طازه اهو. عملنا عصير البرتقان، هنشيل في الاكياس وبرضه اوريكي هو مرصوص في الاكياس شكله ايه. وكده عصرنا واحنا واقفين شفشق صغير كده عصير برتقان فريش. هشيل البرتقان في الاكياس وارجع اوريهولك. كده خلصنا غلفناه في الاكياس، هنشيله في الديب فريزر. وهو عصرنا البرتقان الفريش قدامكم اهو. الفيديو سهل جدا، يا رب يعجبكم. ما تنسوناش اللايك والشير والسبسكرايب. كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. دمتم بخير.